السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال نتوما كتفرجوا فيه ان شاء الله يا ربي. ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالتيسير وباش ما كتمنوا. المهم اليوم بغيت نشارك معكم الطريقه ديال السوف ديالي او سلو، كل واحد باش يقول له في المنطقه ديالو. المهم هنايا بالنسبه للعناصر اللي عندي هنايا كيف ما كتعرفوا، هنا عندي الزيت اللي انا قليت فيها اللوز، وعندي هنايا الجنجلان اللي انا طحنته شويه خليته هكايا طحن صافي. وعندي هنايا اللوز اللي مقلي ومطحون، وعندي هنا اللوز بالقشره ديالو اللي حمرته وطحنته خليته كونكاسي. عندي هنايا الجنجلان، السكر، وعندي هنايا اللوز مقلي خليته صايم للزين، وعندي هنايا كاوكاو اللي طحنته حتى هو كونكاسي. عندي هنايا شويه ديال النافع، عندي هنا قرفه، حبه حلاوه تقريبا 2 معالق ولا 3 معالق. عندي هنايا الجنجلان وكاوكاو اللي طحنتهم تاولوا لي بحال بخاليني بحال هكا كما شفتوا. وعندي هنا طحين باش غادي نخلطو ان شاء الله. والمهم الطحين انا درت كيلو، وفي المجموع كامل هادشي درت هنايا عندي كامل كيلو من كاوكاو، كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الجنجلان. المهم درت كيلو من الحاجه. نتوما راه غادي ديروا على حساب الافراد ديالكم، على حساب كل واحد وعلى حساب جهده. المهم هنا غادي نبدا معكم نشارك معكم الطريقه ديالي، نتمنى تعجبكم ان شاء الله يا رب. في الطريقه ديالنا نبداو نخلطوا في السوف ديالنا ان شاء الله. هنا عندي هنايا كما قلت لكم الجنجلان اللي طحنته حتى ولا بحال البودر صافي. وغادي نزيدو عليه الكاوكاو اللي طحنته حتى هو كونكاسي. وعندي هنايا اللوز اللي حتى هو طحنته حتى ولا كونكاسي وحمرته. هذا البنات راه محمر، درت نص محمر ونص مقلي. وهنايا اللوز اللي مقلي وطحنته حتى هو كونكاسي. من صراحه انا البنات يعجبني السوف ديالي يكون فيه هذا، ما يكونوش الزراع ديالهم طحونين بزاف، يكونوا بحال هكايا غير هاشي بحال هكايا. المهم هنايا عندي كما قلت لكم النافع، وغادي نزيدو عليه تقريبا 3 معالق ديال القرفه، وهنايا 2 معالق ديال حبه حلاوه صافي. وهنا غادي نزيدو عليه هاد، قبل ما نزيدو هذايا غادي نزيدو الطحين، نزيدو الطحين ديالنا. انا هنا البنات درت كيلو صافي. على هذا الشكل هذا غنحاول نخلط هاد العناصر مع الطحين. عاد نزيد عليهم هاد الجنجلان اللي انا طحنته حتى طلق ديك الزويته ديالو صافي. باش بحال هذا الشكل نحاول ندخل هذا الطحين راه عندي مغاربل البنات، راني غربلته. المهم نتوما ملي كتبغيو ديروا الطحين ضروري كتزيدوا واحد شويه فوق من كيلو، على حساب راكم عارفين الطحين ملي تتحمريه تيولي تيدير لك داك كيتحبب لك، يعني ضروري ملي تصغر لك كيولي داك كيتنقص منه واحد تقريبا داك الربع اللي زدتيه، ولا على حساب نتيا شحال زايده. المهم انا كنشارك معكم الطريقه ديالي وكل واحد وطريقته. كاين اللي كيدير فيه الزرار، انا صراحه ما تيعجبنيش ندير كثرت الزرار، انا كيعجبني كل واحد يعني كل واحد المذاق ديالو، كل واحد بحال الشيء تيبغي هذا الصفوف ديالو صافي. هنا دخلت هذاك الطحين مزيان مع دوك الزرارات اللي طحنتهم صافي. هنايا ندير واحد الحفيره بحال هكا، وغادي نزيد هاد اللوز والجنجلان
صافي. غادي نحاول عاوتاني نخلط السريرات. صافي راه باش تخلط هاد العناصر مزيان. انا غادي نبدا في الزيت. بسم الله. تبع القياس نخلط. هنا غادي نزيد السكر على حسب الذوق. الواحد يقدر يضيف على حسب الذوق ديالو. انا هنا تحت القياس. نفس الوقت كتبقاي تذوقي. الا قالك خاصك السكر كتزيدي، خليك بركه. صافي. هنا درنا تلت ساعه شويه صغيره، ساعدتنيش. هنايا البنات كيف ما شفتوا راني وليت حيدت القصعه وهذا ودرت هذا البانيو هذا اللي غريق شويه عندي حتى عجنته مزيان، تدخل فيه داك السكر مزيان ولا بحال هكا. دابا هنا غادي نزيد له الجنجلان صايب هكايا، وغادي نزيد شويه ديال اللوز، شويه نخليه حتى للزين. صافي. وهنا كيف ما قلت لكم راه كاين اللي كيدير بلاصه السكر كاين اللي كيدير العسل. انا صراحه ما كنديرش العسل، حيت صراحه كان العسل كيخليه ناشف. هكا درت غير السكر، كندير غير السكر انايا. صافي. ونشوف واحد شنو تيفضل عاوتاني، ولا كاين اللي كيبغيه غير هكاك بلا سكر بلا والو تيخليه على حسب الناس اللي كيكونوا مرضى السكر. هذا كيبقى يكتفيو به غير هكايا احسن، حتى كيجي زوين تبارك الله. الزراري كيكونوا حلوين. صافي. وانا ما تنخلطش، ما كنعجبش السفوف ديالي بالزبده، كنكتفي غير بالزيت. كناخذ غير نوعيه مزيانه صافي وكنخلط بها، كنطيبها هي باش خليت اللوز وهي باش خلطت السفوف ديالي. صافي. هنا كنحاول ندخل فيها داك الجنجلان وداك اللوز بهذا الشكل. صافي. وكنتمنى ربي سيدنا رمضان الله يدخلو علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وباش ما كتمناو الفيديو ديالنا وكيف ما شفتوا هذا هو السيلو ديالنا. هنا شاركته معكم بهذه الطريقه، تقدروا تقدموا باي طريقه عجباتكم. هنا كنحاول نزوق غير بشويه ديال السكر. صافي. وكيف ما شفتوا هاد طريقتي انا، هذه هي الطريقه ديالي راني شاركتها معكم. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، وشي تعليق محفز تزيدوا تحمسوني باش نعطيكم وصفات اكثر. في هاد سيدنا رمضان كاين وصفات بزاف. نتمنى لقات الدعم ديالكم ولقات التشجيع ديالكم باش هكا نزيد نتحمس ونزيد نعطيكم وصفات. المهم كيف ما شفتوا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك والبارطاج. وكنتمنى لكم هاد سيدنا رمضان الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو ورمضان مبارك سعيد للجميع.